يا مرحب لاله امينه والحيال. مرحبا بك زكريا، هانيه، حميده، عبد الوهاب. مرحبا مشاهدينا الكرام في ألف حيله وحيله. واليوم بما اننا كنتكلموا على الحوامض، الليمون والحامض، جيت باش نعطيكم مجموعه من الحيل كيفاش تستعملوا القشور ديال الليمون وديال الحامض. اول حيله في مجال التجميل، ممكن انكم تستعملوا القشور باش ديروا بهم كوماج وكيرطبوا في نفس الوقت لابو ديالكم، وكذلك كينقيوها وكيعطيوها البياض اللازم. كتاخذوا القشور ديال الحامض او ديال الليمون، كتحكوهم، كديروا معاهم شويه ديال السكر، يعني حبوب سنيده اولا البقايا ديال القهوه اولا الكوك اللي عندكم في الدار. كتزيدوا عليه اي زيت عندكم طبيعي، معلقه او زوج، وكتخدموا كدلكوا في البلاصه اللي بغيتوا ديروا ليها الكوماج في وجهكم اولا يديكم، وهكذا كتخرج ديك البلاصه بيضه نقيه، والاهم رطبه وناعمه. يا سلام. هذه نمره واحد. نمره زوج، نقدروا نستعملوا القشور ديال الحامض اولا ديال الليمون كمعطر طبيعي للبيت. كيفاش؟ كتاخذوا القشور ديال الليمون، ما تحكوا ما والو، خليهم صاينين هكاك، ديروهم في كاسرول مع الماء فوق العافيه، ديروا معاهم عويد ديال القرفه، عويد ديال القرنفل تماما وكتخليوها كتغلي. ما حدها كتغلي وهي كتعسل، كتخلي ريحه رائعه في البيت. اخر حيله، وهي الحيله الرومانسيه والجميله جدا، وهو استخدام القشور ديال نص ليمونه صاينه باش نصوبوا شمعه طبيعيه ومعطره. كتاخذوا الليمونه وكتطراسيوها بالموس. انا شنو درت؟ كملت القصيم ديال الليمون على نص، وحيت هذاك اللب شويه عليا، وخليت هذيك النباته فوالا، وخليت هذيك النباته بوحدها، وغتعطينا هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. داكور. بغينا نشعلوها ناري هاد الولد واجد عنده كلشي. طيب هي غتعذبكم شويه في البدايه باش كتشعل، ولكن يعني بشويه ديال المحاولات كتشعل وكتعطيكم رائحه رائعه، بالاضافه بطبيعه الحال برافو. فوالا ما كرهناش نطفاو الاضواء باش ونعيشوا الشعريه الرومانسيه، فعيشوا لي الحياه مع هذا الشمع الرائحه ديال الليمون تماما. نقدروا نستعملوا شي زيوت اخرى قلتي ياك؟ اي زيت عندكم تقدروا تستعملوها، ماشي مشكل. سعيدة أنني مبارطاجي معكم كل جديد في ألف حيلة وحيلة. إذا ما تنساوش تابعونا على الصفحة الرسمية ديال مرجان، وكذلك تابوناو في لاشين ديالنا الرسمية في اليوتيوب.